أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ابدأ صح. النهاردة احنا جايين كلنا ندور على إجابة سؤال محددة، وهي ذهب ولا فضة ولا عقار ولا بورصة؟ تقريبا السؤال ده بقى سؤال يومي صباحي ومسائي. احنا النهاردة اشتغلنا عشان نوصل لأفضل رد وأفضل إجابة تناسبك وتخليك تبقى مطمن وتتخلى عن الخوف، لأن هو السؤال ده ناتجه خوف على فكرة. انت بتسأل السؤال ده طول الوقت عشان خايف تروح تحط فلوسك في الذهب ينزل، تحط فلوسك في الفضة تنزل، تروح تحط فلوسك في العقار يحصل مشكلة في العقار. فده ناتج خوف، وعشان الخوف ده يتشال لازم استعرض لك أرقام تخليك عينيك منورة. الأرقام دايما هي الفيصل، لأن 1+1=2، عمر ما هيساوي 3. فشوية أرقام هنقولها مع بعض. كمان النهاردة فقرتنا هنتكلم عن كل تفاصيل الاستثمار. في الآخر هتطلع من الحلقة دي عندك إجابة واضحة صريحة: أحط فلوسي في ذهب ولا فضة ولا بورصة ولا عقار؟ طيب خلينا نتكلم شوية عن الذهب والفضة. الذهب حصل فيه زيادة في 2025 بنسبة من 65% ل 70%. يعني حضرتك لو كنت شاري حاجة ذهب ب1000 جنيه، ففي 2025 زادت بقت ب1700 جنيه. طيب بالنسبة للفضة زاد بنسبة 145%، نسبة رهيبة. يعني حضرتك لو كنت شاري حاجة فضة ب100 جنيه، في 2025 وصلت ل250 جنيه، يعني مرة ونص تقريبا. طيب هل الزيادة دي مستمرة ولا دي كانت طفرة في 2025؟ مستمرة في 26. مستمرة في 26 لدرجة إن إحنا الذهب في أول شهر اللي هو يناير زاد 12%، والفضة في أسبوعين 2 في شهر يناير زادت 25%. 25% يعني نسبة كبيرة جدا لأي نوع من أنواع الاستثمار. ده معناه إن الفضة والذهب في الطالع. طيب إيه التوقعات؟ 26 مستمرة الزيادة، خصوصا الفضة. طب ليه؟ لازم نفهم ليه بنقول الكلام دوت، مش مجرد بس توقعاتنا بتقول كده، لا، في أسباب واضحة وصريحة. إيه هي؟ طيب أولا ثبات سعر الصرف خلانا شايفين إن العملة مش هي الحل دلوقتي، فاتجهنا للمعادن. وده مش إحنا بس أو مش مصر بس، لا، في عدم ثقة في العملة بشكل عام. وده ادى ان كلنا لما بيجي لنا عدم ثقه، احنا طبيعتنا كده اول ما نخاف او يحصل لنا عدم ثقه نروح على طول على الذهب. طيب دي حاجه. الدولار بينزل عالميا مش في مصر بس، يعني مش مصر بس هي الدولار فيها بينزل على، لا، ده بينزل في العالم كله. ادي تاني سبب. الفايده بتنزل ولسه هتنزل، لسه قبل شهر 6 الجاي ان شاء الله فايده هتنزل اكتر. كمان الصناديق، النوع الجديد اللي هو الاستثمار الجديد بتاع الصناديق، خلى الطلب على المعادن سواء ذهب او فضه او الذهب بالذات يعني عالي جدا، فده برضو اثر على سعر الذهب وسعر المعادن. كمان في حاجه مهمه قوي لازم تفهم: الفضه بتزيد الزياده الرهيبه دي ليه؟ في سبب واضح على فكره، مش كده يعني، مش فضه بتزيد كده، لا، في سبب كبير وواضح، وهي زياده الصناعه. لانه الصناعه دي بتحتاج فضه بكميات كبيره جدا. صناعه العربيات الكهرباء، صناعه الخلايا الشمسيه، صناعه موبايلات، الكترونيات، كل ده بيحتاج فضه. طب انتاج الفضه قادر يغطي كل ضغط الصناعه ده؟ لا، وبالتالي بتزيد الزياده الرهيبه اللي احنا شايفينها. طيب ده معناه ايه؟ ان الذهب والفضه هيقلوا؟ لا، هيزيدوا. ده كده بالارقام، انا حسبتها لك نسب وارقام، وحسبتها لك معطيات حواليك في الدنيا تخلي الذهب والفضه يزيدوا. طيب نيجي للنوع الثالث، البورصه. البورصه بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد بمعدلات تاريخيه. في 2026 المؤشر الثلاثيني كسر 50,000 نقطة، وده أول مرة يحصل في تاريخ البورصة المصرية. طب مين المتصدر المشهد في البورصة، أو هو سبب الانتعاشة القوية في البورصة؟ القطاع العقاري متصدر الموقف بقوة، الخدمات المصرفية أو القطاعات المصرفية، قطاعات الاستهلاكية، كل الحاجات دي في البورصة بأرقام كبيرة بتداول بمليارات الدولارات. من مصر
من مستثمرين مصريين ومستثمرين اجانب بارقام كبيره جدا. طيب ده معناه ان البورصه المصريه جاذبه جدا لان هي تدخل فلوس من بره مصر. مؤشر 30 بيزيد، مؤشر ال 70 بيزيد، مؤشر ال 100 بيزيد، ده معناه ان كل قطاعات البورصه في انتعاشه قويه. طب ما انت كده قلت لنا ان الذهب بيزيد والفضه بتزيد والبورصه بتزيد، استثمر فلوسي فين؟ طب العقار بيزيد؟ كل الاقاويل بتقول لا، بس هو بيزيد، خصوصا انه العقار اللي في مناطق كده كده سعرها يعلى، زي العاصمه الاداريه. لما الناس تنقل في العاصمه كده كده العاصمه الاداريه هتعلى. طيب كمان راس الحكمه لما تبقى زي سيدي عبد الرحمن في يوم من الايام برضو كده كده هتعلى. ففي اماكن عقاريه واسامي وبراندات في القطاع العقاري كده كده بتزيد وكده كده هتكسب. هيفضل العقار هو اللي بيصنع الفلوس، حتى لو في ضوابط محتاجينها في السوق العقاري. وعلى فكره السوق العقاري شغال عليها بقوه ان يحط ضوابط للعقار. المطورين نفسهم اللي احنا بنشتكي منهم هم اللي شغالين ان يحطوا ضوابط عشان يبان المطور الكويس من المطور الوحش، لان كده كله هيتظلم. فالمطورين نفسهم هم دلوقتي بيعملوا مؤتمرات واجتماعات عشان يحطوا ضوابط للسوق. ولازم القطاع العقاري يتحط له ضوابط وينجح، لانه يمثل اكتر من 20% من الاقتصاد المصري. طيب يعني اللي انا قلته ده معناه الذهب وقت كويس نستثمر فيه، الفضه وقت كويس نستثمر فيه، والبورصه والعقار. طب اجابه السؤال فين؟ هنعرفها النهارده بعد الفاصل مع ضيفنا اللي عنده خبره في كل دول، لانه عنده ابلكيشن بيشغل فلوسك في كل دول. هيكون معانا بعد الفاصل استاذ احمد حموده، الرئيس التنفيذي والمؤسس لثاندر. ثاندر عليه مليارات من الاستثمارات يوميا في كل المجالات، وهيقول لنا ذهب ولا فضة ولا عقار ولا بورصة. أشوفكم بعد الفاصل. جت اللحظة الحاسمة، لحظة محيرة مصر والعالم كله، وهي إجابة السؤال اللي تقريبا بقينا بنصحى من النوم نفكر فيه وقبل ما ننام نفكر فيه. أحط فلوسي في الذهب ولا في الفضة ولا في البورصة ولا في العقار؟ كل الدنيا بأشكالها بتتكلم في نفس الموضوع. طبعا لو سألنا حد في الذهب هيقول لك استثمر في الذهب، والذهب أحسن حاجة ومكاسب خيالية ونسب عالية جدا، ودي حقيقة. الفضة هيقول لك الفضة راحة في حتة بعيد، والضغط على الفضة كبير جدا بسبب الصناعات وكذا وكذا وكذا، فطبعا الفضة هتروح في حتة بعيد قوي وكل مكاسبها بتعدي 100%. لو قلنا البورصة هيقول لك البورصة بتحقق أرقام قياسية في مصر في 26 وفي 25 عمرها ما حققتها في تاريخها كله تقريبا. لو قلنا العقار يقول لك لا، العقار طول عمره كسبان، هو اللي بيصنع الفلوس. وفي ناس تقول لك لا، العقار دلوقتي مش في أحسن حالاته. مفيش إجابة واضحة. دلوقتي جات لنا اللحظة الحاسمة اللي هيرد على سؤالنا المرة دي حد اوريدي شغال في كل دول مع بعض، في كل المجالات دي مع بعض، في الذهب والفضة والبورصة والعقار، وعنده دراسات قوية جدا على كل حاجة فيهم بنتائجها، لأنه تقريبا كل حاجة منهم عندها أناليسيس واضحة في الابليكيشن بتاعه. هيكون معانا دلوقتي أستاذ أحمد حمودة، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لثاندر. ثاندر تقريبا بيعمل كل أنواع الاستثمار، وده هدفه الحقيقي. هنعرف النهارده. ازي حضرتك؟ الحمد لله، شكرا على المقدمة دي. ربنا يخليك. انا كنت عايز اعرف بس من حضرتك، نبدا كلامنا بالسؤال اللي يعني تقريبا كلنا بنفكر فيه. انا عايز اخد من اجابتك، يعني انت ليه اصلا عايز تحرم نفسك من واحد من الاربعه؟ يعني حتى المقدمه بتاعت حضرتك كل واحده ليها فايده وكل واحده ليها صحيح. فليه انا عايز اختار واحده منهم؟ عارفه احنا في ثاندر بنقول من المشاكل اللي بتمنع ناس كتير قوي انها تستثمر، صحيح، انها نفسها تجاوب الاجابه دي، وبنعامل عشان بنخاف نخسر. احنا بنخاف نخسر، احنا بنحب دايما نكسب بس نبقى متامنين. انت عارفه علشان تامن طول ما انت لو انت اخترت واحد منهم نسبه انك تخسر اعلى بكتير من لو انت داخل في ده وده وده وده. فلو حد فيهم كسب ولو حد لا قدر الله خسر ده بيعوض ده. يعني قصدي احنا بنعامل الاستثمار كانه اهلي وزمالك واسماعيلي، انا بس عايز اختار واحد فيهم. هي مش كده. هو الحاجه الوحيده اللي ثابته سواء في مصر في اي حته في العالم يقول لك الصح ان انت تنوع من استثماراتك على الحاجات المختلفه دي، بشرط كمان انك تبقى فاهم انت ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. يعني انا اجابه حضرتك الدهب هو بوليس التامين. زي ما بتامني على عربيتك لو لا قدر الله حصل اي حاجه البوليس التامين بتفيدك. الدهب هو بوليس التامين. ليه الدهب الفتره اللي فاتت اداؤه
كويس جدا، لان هو في عدم ثقه بشكل عام في الاقتصاد العالمي. صحيح. اول ما عدم الثقه ده بيزيد، الذهب ثمنه بيزيد. لو رجعنا صح. 2020 لما طلعت الكورونا، الذهب زاد. اول ما لقوا الفاكسين على فكره الذهب قل. يعني برضه عشان تبقى عارفه، لو لقيت الذهب بينزل اعرفي ان الثقه في الاقتصاد العالمي بقى موجود. فالذهب هو احسن وسيله تتحوطي بيها، تحافظي بيها على فلوسك. يعني ثقتنا لما بتقل في اي حاجه بنروح على الناس لما بتتوتر دهب. بتتوتر، اول ما بتتوتر الحاجه اللي ماسكه نفسها هو الذهب. فهل ده معنى كده ان انا المفروض 100% احط فلوسي في الحته دي؟ لا، انت عايز يكون جزء من محفظتك في الذهب، عشان لو لا قدر الله حصل اي مشاكل الذهب بيحافظ على حته من فلوسك. صحيح. الشركات، اي حد فينا من واحنا صغير دايما كان عنده الفكره انا نفسي امتى بقى ممكن استقيل واعمل الشركه بتاعتي، لان هي دي الطريقه اللي انا بعرف اكسب فيها، وده هو الطريقه اللي الناس بتخلق بيها ثروات. الاستثمار في الشركات قال لك ممكن وانت لسه موظف وانت قاعد في بيتك من غير ما تاخد المخاطر بتاع انك تسيب شغلك واستقيل وابقى عارف القطاع دوت واعمله ازاي واعين ازاي واستقيل ازاي، بدوسه زرار تبقى جزء من هذه الشركه. يعني احنا في الاسبوع اللي فات كان في طرح في شركه من اكبر شركات التجزئه في مصر نزلت في البورصه. اكتر من 16,000 واحد على ثاندر بدوسه زرار بقى مالك في هذه الشركه. يعني فانت مش لازم علشان مثلا اعمل شركه في قطاع التجزئه استقيل وادور على فلوس واعين ناس. دلوقتي بدوسه زرار بقيت جزء من شركات موجوده. الاستثمار في العقار بيديك الحتتين، بيدخلك دخل سنوي وبرده عنده الحته ان هو يزيد من فلوسه. في استثمار رابع ما اتكلمناش عليه، هو استثمار الدخل الثابت اللي هو زي الشهادات او صناديق الاذون الخزانه. ده الاستثمار اللي انت بتبقى الاستثمار الوحيد اللي انا وحضرتك اتفقنا ده هيدينا تقريبا 20% في السنه. ما هو بص، احنا دايما نقول ايه، العقار هو اللي بيصنع الفلوس والذهب اللي بيحافظ على الفلوس. لا برضه. لا طبعا، هو طيب. كل واحد بيدي حاجه مختلفه. اكتر حاجه بتصنع فلوس هي الشركات، يعني اكتر حاجه بتصنع فلوس هي الشركات. الذهب بيحوط. العقار هو خليط ما بين بيعمل فلوس وجزء منه جزء تحوط، بس هو خلي بالك العقار زيه زي الشركات. يعني هو الذهب هو قطعه ذهب واحده بغض النظر اشتريتيها صح. فعشان كده احنا حتى اللي على ثاندر هو ذهب 24 قيراط اللي هو 99.99% نسبه النقاء والكلام ده كله. العقار عارفه زي في شركات جامده وفي شركات مش جامده. صحيح. في شركات ادائها المالي كويس وادائها المالي مش كويس. العقار برضه على فكره هو برضه من الغلطات السائده ان احنا فاكرين ان العقار كل واحد. لا صح. في عقار بيكسب لو الناس بقى لو هو معمول في حته كويسه وبيدار بطريقه كويسه والطلب عليه والمنطقه دي بتزدهر، وفي عقار ما بيكسبش. يعني صح. العقار مش ولا الذهب هو الاستثمار الامن ولا العقار هو الاستثمار الامن صح. ولا الشركات. الاستثمار الامن هو الاستثمار المتنوع على الحاجات دي كلها، هو الاستثمار اللي مبني على فهم. يعني انا عارف ان من الحاجات اللي حضرتك مهتميه بيها هو صناديق الاستثمار، جزء مهم جدا لانه الصناديق وفرت الاستثمار لاي حد. ليه؟ من اول 100 جنيه عادي. وليه برضو كمان انت ليه؟ لان هو الاستثمار محتاج يبقى عندك فكر معين او عندك مجهود تحطه. هل احنا كلنا عندنا؟ يعني حضرتك اهو في وسط تحضيراتك للبرنامج والكلام ده كله انا ما عنديش وقت ان انا ادرس واذاكر. بيبقى عندك حد بيعمل الحته دي بالنيابه عنك. يعني برضو من الحاجات اللي احنا مبسوطين جدا فيها في ثاندر، اكتر من 500,000 واحد استثمر في صناديق عن طريق ثاندر. حجم اجمالي الاستثمارات دلوقتي اكتر من 10 مليار جنيه. حلو قوي، حلو قوي، هنفهم بقى ده. بس انا اللي عارفاه ان ثاندر اصلا لما يعني فكره الابلكيشن اتعملت عشان حاجات ثابته. اول حاجه تقريبا انه الاستثمار ما بقاش رفاهيه، ده صح. بقى يعني ده اساس، ده ما بقاش في حد ممكن دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه يعيش اصلا من غير استثمار. عارفه احنا مش بنقول الاستثمار مش اساس مش رفاهيه، الاستثمار حق كل واحد يبقى عنده القدره صحيح. ان فلوسه تشتغل له. احنا بنشتغل ليل ونهار عشان خاطر نعمل فلوس ليل ونهار. من حقنا ان احنا نبقى نايمين وفلوس احنا تعبنا فيها دي ناخد حته منها تشغل لنا هي. فده حق بالنسبه تاني حاجة الاستثمار بالنسبة لنا هو الناس المستثمرة اللي معاها ملايين، اللي بتحط فلوس هنا وتكسب فلوس من هنا وتجيب هنا، اللي بدل دول المستثمرين. دلوقتي ثاندر غير الفكرة خالص، انه الشباب الصغير هو المستثمر دلوقتي. الشباب الصغير والناس اللي زينا. يعني هرجع تاني، الاستثمار حق بغض النظر انت عندك كام سنة، ساكن فين، انت ولد ولا بنت، محفظتك قد ايه. من حق اي حد انه يستثمر. كنت قاعد قبل ما نبدا الحلقه كنت بكلم مع حد من الزملاء، كنت بقول له ايام اهالينا الحياه كانت هاديه كده. الحياه كانت هاديه ومفيش ضغوطات صح. والتعليم كان ببلاش صح. والصحه كانت ببلاش. كنت ممكن تعتمد على مرتبك انك تعيش حياه وتعيش كويس. بالظبط. الحياه اللي احنا فيها للاسف بقت اصعب. صحيح. وانك تعتمد على مرتبك بس
مش هيدي لك الحياه اللي انت عايزها. صح، متطلباتنا زادت. ومن من الافكار اللي كانت غلط انك تبقى فاكر ان الناس الاغنياء بس هم اللي عندهم احلام وعايزين يطوروا من حياتهم. اي حد بغض النظر محفظته قد ايه او بيقبض قد ايه، كلنا عندنا احلام، كلنا عايزين نطور من حياتنا. فكل احنا بنحاول نعمله نقول لك هات 20% من مرتبك بغض النظر مرتبك قد ايه، بمنتهى البساطه نزل التطبيق دوت، ودي شركه مرخصه وعليها يعني كل الحمايه اللي تحت بياخدها هيئه الرقابه الماليه، كل الحمايه اللي بياخده ذو الماليه العاليه والمؤسسات انت كمان بتاخدها كمستثمر فرد على فندر، وخلي فلوسك تعمل لك فلوس. ده احساس حلو جدا. انا كنا بنتكلم اللي انا بقوله لك، الشركه اللي نزلت في البورصه دي ده من شركات التجزئه اللي هي اصلا حاجاتها غاليه قوي. يعني فئه قليله قوي من المصريين اللي عندها القدره انها تخش تشتري منها. صحيح. بس في نفس الوقت مصر كلها بقى عندها القدره انها تبقى من ملاك هذه الشركه، تتربح او تكسب من ارباح الشركه دي. الكونسيبت ده لذيذ قوي 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 قوي. هي دلوقتي هيئه الرقابه الماليه فتحت الاستثمار لسن 18 سنه عادي، نزلوه 16 سنه كمان 16. احنا لما بدانا كانت 21 سنه. ودكتور محمد فريد دلوقتي لسه كنت بقول هو دلوقتي بقاش رئيس الهيئه، هيبقى ان شاء الله وزير الاستثمار. أيوه. قلل السن من 21 سنه ل 16 سنه. اقل قيمه استثمر بيها في ساندر 100 جنيه. 100 جنيه من اول 100 جنيه 100 جنيه وبتتقسم برضو عادي. تقسمها 100 جنيه. يعني خلينا نفهم بقى دلوقتي، حضرتك بتاخد مثلا ال 100 جنيه او ال 1000 جنيه دي، وانا مثلا حطيت 30% ذهب و30% بورصه و30% مثلا عقار او وات ايفر. يعني العقار جاي، يعني في شركات في المجال العقاري، وهنعمل ان شاء الله السنه دي بتستثمر في عقار بجد السنه دي، يعني او في النص الاولاني من السنه دي. انت خدت 30% اشتريتي بيهم ذهب. انا بس عايز اقول لك انت بتشتري صندوق بيستثمر في الذهب. 30% ديت اللي هو هنتكلم عندنا حاطين 30 جنيه في الذهب مثلا، لازم تبقى عارفه ان ده داخل في صندوق كبير مليارات. الصندوق ده بيشتري ذهب 24 قيراط فيزيكال جولد، ذهب حقيقي متخزن جوه البنك المركزي في خزائن البنك المركزي، متأمن عليه الكلام ده كله. بكره انا عايز ابيع الفلوس دوت على حسب التحرك في سعر الذهب. يعني لو سعر الذهب زاد انت كسبت، لو سعر الذهب قل انت خسرت. انا 30 جنيه اللي في الذهب دي صحيت لقيت جرام الذهب زاد رقم معين، هيزيد معايا، فال 30 جنيه دي بتاعتي دي بقت ب 50 جنيه دلوقتي. لو الذهب زاد بنفس النسبه، يعني هيزيد هيمشي مع نفس زياده الذهب. زياده الذهب بالجزء بتاعي بالقيمه اللي انا حطاها 100 جنيه 1000 جنيه. الذهب زاد 10%، المفروض تلاقيه مثلا زاد من 8 ل 9% عشان لو في اي اللي هو المصاريف اللي في النص بتاعه التخزين والحاجات دي كلها. يعني مثلا 1000 جنيه الذهب زاد 10%، فانا بقى عندي 1100 جنيه، قول 1090 جنيه 1000 بالظبط كده. اقدر ابيعها تاني يوم على طول بزرار، دوسه زرار تبيع والفلوس تنزلك في محفظتك. طب انا عايز استثمر في الشركات، فانا برضو عايز احط 30 جنيه تانيين او 50 جنيه في شركات. عندك بنحطهم بتقسمهم على اكبر 100 شركه في البورصه المصريه، بال 50 جنيه ديلت انت بقيت مستثمر متقسمين على اكبر 100 شركه في البورصه المصريه بدوسه زرار واحده. فمثلا الصندوق ده مثلا كسب 45% السنه اللي فاتت. القيمه الماليه، القيمه السوقيه بتاعه الشركات المصريه طلعت 45% السنه اللي فاتت، فانت كنت بدوسه زرار اكنك بقيت مستثمر في ال 100 شركه دول. صحيح. او تقول لا طب انا عايز خبير يستثمر بالنيابه عني في البورصه المصريه في صندوق تاني، ده معين بقى فريق كبير دارسين بقى تجاره وسي اف اي والكلام ده كله، قاعدين هم بيذاكروا هم بيشغلوا فلوسي بخبرتهم. انت الميزه هي القوه كلها، القوه كلها. وانا اعتقد يعني دكتور محمد فريد واستاذ احمد ابو السعد من اكتر الناس اللي هم فعلا ادوا الى الحته دي. وبرده بصراحه برده بالتون جت بعديهم، عملوا فكره ان انت بدل ما انا بادر لك ال 50 جنيه انا بقيت بحط ال 50 جنيه مع ملايين مع فلوس ناس ثانيه. عشان كده اسمها صندوق، يعني كل واحد فينا بيحط جزء في الصندوق فيبقى في مبلغ انتوا بقى بتديروه. انت بقى لما بنقول حطيت ال 50 جنيه بتاعتك دي دلوقتي دي دخلت في صناديق اجمالي استثمارات على ثاندر بس، انا بكلمك دلوقتي على ثاندر بس 10 مليار جنيه. فبتدار بنفس الاهميه بتاعت 10 مليار جنيه حتى من 50 جنيه بتاعتك. طب انا لازم يبقى عندي حساب في البنك؟ لا، ممكن تحولي من محفظتك. محفظه عادي لازم محفظه. ما ينفعش ما ناخدش كاش. ما انستا باي لا اما عندك حساب يا محفظه. لو عندك محفظه او حساب تعرف تفتح حساب. طب احنا نعرف ان ثاندر جواه كل الشركات الكبيره اللي هي تقريبا بتلعب كل انواع صناديق الاستثمار، سواء بقى ازيموت، بلتون، كله، مباشر كابيتال، كل الشركات الكبيره اللي عندها كل انواع الصناديق موجوده في ثاندر. 30 صندوق على ثاندر. 30 صندوق ما بين ذهب وبورصه وايه تاني؟ ذهب وشركات واللي هو الدخل الثابت اللي هو بتديك 20% اللي هو دي ثابته. دي امان، دي الامان. دي اللي هي لو انا مثلا شخص قلوق بتعلي منها وتقلل لي شويه في الذهب والبورصه، صح كده؟ لو انت مش ممكن اقول لك على حاجه برضو. هي مش المفروض مش موضوع شخص قلوق. يعني احنا دايما بنقول لو انت الفلوس دي مش محتاجاها لمده سنتين الجايين، لسه بتلبسي ماسك
عشان خايفه من الكورونا بس فلوس مش محتاجاها، المفروض تستثمريها في شركات. اوكي. لو انت بتنطي كل يوم من الهليكوبتر ولا من طياره عشان تنزلي هنا على الاستوديو عشان تعملي البرنامج دوت، فانت يعني بتاخدي مخاطر زي ما انت عايزه، بس عليك قسط كمان 3 شهور. أيوة. لازم تحطيها في اذون الخزانه او اللي هي اليوم بيوم. يعني هو الاستثمار هو وسيله انك تحقق اللي انت نفسك فيه، او ان هو يساعدك انك تعيش حياه اللي انت عايزها. فهو على حسب اهدافك وعلى حسب وضعك المالي انت محتاج ايه كمان شويه، محتاج بتقسم استثماراتك. فاهمه قصدي؟ ايوه. طيب دلوقتي ثاندر غير مفهوم سن الاستثمار، يعني بقى في سن صغير بيستخدم الابلكيشن على ثاندر. كمان السيدات بقى ليها دور، كمان اللي بيستخدموا ثاندر من بره القاهره قد اللي جوه القاهره واسكندريه. تفاصيل كتير عايزين نعرفها عن ثاندر، هنعرفها بعد الفاصل. شكرا. كم مستخدم في ثاندر دلوقتي؟ اكتر من 5 مليون واحد نزلوا التطبيق، اكتر من او حوالي 700 الف واحد مولوا حساباتهم على ثاندر. دور المرأة في ثاندر بقى. دور المرأة على فكرة ده أهم دور بالنسبة لي. ده برضو والله. أنا مثلا ممكن أقول لك على كذا حاجة. الأول إحنا لأن حضرتك اتكلمت 80% من مستثمرينا دول أول مرة يستثمروا عن طريق ثاندر. وزي ما حضرتك قلتي يعني الأرقام اللي حضرتك طرحتها من دي أول مرة يستثمروا، 80% منهم أول مرة يستثمروا من خلال عن طريق ثاندر. ال 80% دولت معدل الاعمار دلوقتي 30 سنه او 31 32 سنه. ده جديد بقى، ده متهيألي ده برضو ثاندر ليه دور فيه الموضوع 30 سنه. انا لو رجعتي بالزمن ل 2019 هتلاقي لقاء صحفي الدكتور محمد فريد كان بيقول من مشاكل اللي هو نفسه، كان ساعتها الدكتور محمد فريد هو رئيس البورصه المصريه، كان بيقول من المشاكل اللي هو نفسه يحلها ان متوسط الاعمار في الاستثمار في البورصه كان ما بين 45 ل 50 سنه. هو كان، وعشان كده حتى هو كان مهتم قوي بان هو ينزل معدل الاعمار. فمن الحاجات اللي احنا فخورين جدا بيها ان احنا فعلا احنا مش بس دخلنا احنا خلي بالك احنا قلنا اي حد المفروض يكون، اي حد. انا مامتي بتستثمر على ثاندر في الشركات. مامتي مش معنى كده مامتي كبيره في السن عشان ما تزعلش مني، كله بيستثمر على ثاندر. اكتر من 40% بره القاهره واسكندريه، ودي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، مهمه جدا. 40% بره القاهره واسكندريه. الحاجه الثانيه لو جيتي بصيتي بقى على البورصه المصريه، حجم التداول في اليوم مليار جنيه على ثاندر. اكبر قوه دلوقتي في البورصه المصريه، اكبر شركه في مجال الافراد في البورصه المصريه هي ثاندر. معناها ان الفئه الجديده ديت هم دلوقتي هم اكبر قوه في المناخ الاستثماري في مصر. احنا برضو اكبر موزع لصناديق الاستثمار هم المستخدمين بتوع ثاندر. حلو قوي. نرجع بقى لحته السيدات. لما بدانا ثاندر كان 3% بس من مستثمرينا سيدات. ومفيش اي حاجه تبرر ان السيدات يكونوا مش بيستثمروا غير ان في فهم ان زي ما بقول لك الاستثمار دوت للراجل اللي عنده 45 سنه اللي بالبدله والكلام ده كله. فجينا قررنا قلنا احنا هنعمل حمله اسمها مايند ذا جاب، اللي هو انا هوريكم سيدات على ثاندر، فحضرتك لما تتفرج عليها تقول ايه ده، دي شبهي، فتقولي يبقى انا الاستثمار ده ليا. وكان عندنا قصص منتهى او قمه في الالهام. واحده بتربي ابنها في بورسعيد، نفسها تطلعه، انا كل مره بتكلم عليها عشان هي مهمه جدا، نفسها تطلعه يدرس روبوتكس في المانيا. راحت بنك قالوا لها لا، الحد الادنى اكتر من المحفظه بتاعتك. اكتشفت ثاندر، تستثمر على ثاندر، محفظات دلوقتي اكبر من الحد الادنى بتاع البنوك. وابنها لما تم 16 سنه فتح حساب مع ثاندر عشان تطلعه ان هو يسافر. دلوقتي بقت 12% من مستخدمينا، طلعنا 200% 12%. سافر بقى لسه ما تمش هو لسه ما تم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله او خلي بالك هو بقى بيستثمر، او ان شاء الله تلاقي له. يعني هو جزء كبير جدا من اللي احنا بنقوله في الاستثمار انك تحس انك عامل اللي عليك. خلي بالك احنا الوقت اللي احنا فيه ده وقت الاسترس كبير جدا عليه، الحياه بقت صعبه جدا. صح. ومن الحاجات اللي انت ممكن تعالج بيها الاسترس دوت انك تحس انك عملت اللي عليك. صح. انا متاكد ان الولد ده لما يتم 18 سنه او 17 سنه، مامته لو ربنا كرمها ان شاء الله وعرفت تسفره تمام قوي، حتى لو ما عرفتش تسفره هو بقى مستثمر من هو وهي عملت اللي عليها. يعني صح. مش هينفع تبص ورا وتقول انا ما كانش في حاجه تانية اعملها. وانا اعتقد في الزمن اللي احنا فيه دوت نفسنا يبقى الناس نايمه كده بالليل تقول انا اخدت من مرتبي 20% استثمرته. المدرسه اللي انا مدخل فيها اولادي دي احسن مدرسه فعلا. ما فيش حاجه تانية كنت ممكن اعملها وما عملتهاش. على فكره والله احنا لما بدانا ثاندر كنا فاكرين احنا نفسنا بقى نخلي ناس مليونيرات ومليارديرات. لا، انا عايزك تخليك اديلك قدره انك تعيش حياه افضل من اللي انت عايشها. وعايز يعني دايما احنا برضو كنا بنتكلم، احنا اكبر منافس بالنسبه لنا مش الشركات الثانيه، بالعكس زي ما انت بتقول احنا بنحب جدا ازيموتو وبيلتون، بنحب جدا الشركات دي نشتغل معاهم. المنافس الكبير بتاعنا هو الباي ناو باي ليتر، اللي هو بيقعد يغصب او يقعد يقنع الناس انها تصرف فلوس اكتر من الفلوس اللي هم بيعملوها. وبالتالي بقى عليك ضغط ان انت ما انت عايش حياه
مش عارف تتحملها، فعليك ضغط صحيح. هدفع. انا اصلا بقول لك لا، انا عايزك اصلا تنام بالليل، انا عملت اللي عليا وعملت صحيح. فبقول لك ده مهم جدا هو بالنسبه لنا. كمان ثاندر بيحترم تقريبا كل الاعمار. 100%. يعني لا احنا عندنا يعني احنا كمان عندنا عملاء وفخورين جدا بيهم، مش عارف ان انا مصرح ان انا اقول اسمه لا، بس يعني عندنا حد عنده يعني عنده نظره مش يعني كميه الحاجات اللي بيبعتها لنا علشان نطور من التطبيق، عشان لو اي حد عنده صعوبات في النظر يبقى التطبيق مناسب بيه، تخليك اصلا مش عايزه تبطلي تروح ازاي تشتغل. بقى الابلكيشن عليه ملايين وانت قادر تركز مع قصه يعني كيسز؟ عارفه يعني ليه؟ والله الموضوع انت عارفه احنا من الحاجات، انا اصلا السؤال ده مهم جدا، انا من الحاجات اللي احنا قلناها من ساعه ما بدانا ان احنا عمرنا ما ننسى ان احنا في الاخر ما بنتعاملش مع ارقام، بنتعامل مع بني ادمين، والبني ادمين دول دي تحويشاتهم وشغلهم والحاجات دي كلها. من اكبر المشاكل اللي احنا دايما بنخاف قوي نقع فيها في ثاندر ان احنا ايه ده ربع في المية بس من الناس عندنا اللي متضايقه، ده لا ما هو النص في المية ده بني ادم، ودي ده فلوسه وتحويشته بالظبط. فاحنا عندنا الفكره دي، يعني بقول لك عشان كده دايما فكر نفسنا في 16,000 واحد دخلوا في الطرح بتاع الشركه، في 16,000 واحد. طب دور المرأة وصل كام دلوقتي؟ 12%. 12. وعايزين بقى لا احنا محتاجين ضغط شويه، لا احنا عايزين مساعده، والله عايزين احنا مساعدات. محتاجين ضغط شويه عشان دور المرأة المفروض يبقى اكبر من كده. بصي انا هقول لك احنا عشان برضه تبقى عارفه، احنا لما كنا 3% كان عندنا 300,000 داونلود او تنزيل، فاحنا كبرنا من 300,000 ل 5.5 مليون. حلو قوي. وفي نفس الوقت نسبه السيدات زادت من 3% ل 12%، فمعناها ان الزياده في السيدات اكبر من الزياده في النمو في السيدات اكتر من النمو العادي. ان احنا يعني والله يعني لو حضرتك عايزه تساعدينا يبقى حضرتك برضو جزء من الرساله. بص هي المرأة بطبيعتها شوية ما عندهاش المخاطرة بتاعت الراجل، يعني المرأة شوية عشان بتبقى خايفة على ابنها وعندها قسط مدرسة وعندها، فهي بتحاول ان هي طول الوقت. بس لو جينا بصينا على المرأة بشكل عام، لا هي الاستثمار الأساسي في البيت، وده اللي احنا بنغيره. كونسبت ان الاستثمار ده مخاطره، وهي مش كده. هي بالعكس، الاستثمار ده بروسيس، الاستثمار ده زي التمارين، هو كل شهر تحطي حته من مرتبك تقسميهم على الحاجات المختلفه. احنا بنحبه من الاستثمار. اعتقد اي راجل دلوقتي واي حد في البلد ديت راجل او ست شايفين اهميه ان السيده تبقى سيده مستقله، يعني صحيح. عندها استقلال، صحيح. استقلال مالي. في نفس الوقت عشان ما نبقاش بنضحك على نفسنا، كلنا عارفين ان حجم المسؤوليات اللي على السيده المصريه حاجه رهيبه، يعني انك تعرف ازاي ابقى مستقله ماليا ومحتاج اخد بالي من العيال، صحيح. وباخد بالي، ومعظم كمان السيدات دلوقتي كانت بتشتغل عشان خاطر تساعد الراجل. من احسن الطرق اللي تخلي السيده تبقى مستقله ماليا وتعرف توازن ما بين كل اللي هي التحويشه بتاعتها دي تحطها في الاستثمار. حضرتك عارفه البرامج اللي هم بيطلعوا و4 شاركس وبيختاروا، الناس دي كلها شركاتها في البورصه المصريه. الناس دي كلها اصلا طالعه في البرنامج ده عشان يبيعوا نفسهم، عشان انت بعد كده تخش تستثمر في شركاتهم. انت صح. وانت قاعده في بيتك صح. دلوقتي انت ممكن تبقي مستثمره في الشركات دي. انت كونسبت ان انا بدوسه زرار بقيت مستثمر في اكبر 100 شركه في مصر. انا برضو حاجه مهمه حاجه تبقى عارفاها، احنا وسيط. يعني حضرتك لما بتستثمري في شركه في الاخر اسمك بيبقى من سجل ملاك هذه الشركه. لما بتستثمري في صندوق اسمك في سجل حمله وثائق هذا الصندوق. خلي بالك اللي بيضمن حقك اكبر من ثاندر بكتير، مش احنا اللي بنضمن لك حقك، انت في الاخر اسمك بينزل في سجل الملاك. اسمك يعني لو رحتي مصر الشركه دي اللي انا حاطه فيها فلوس، او الصندوق ده وفي جهه اسمها مصر المقاصه عندها سجل مين بيملك ايه، وبعد كده الهيئه بتيجي تراجع تاكد ان الحاجات دي مظبوطه. فهي الكونسيبت ده هو ده على فكره ثاندر كلها بدات في فكره هو ليه الناس في امريكا 50% من الامريكان عندهم القدره ان هم يستثمروا ويكبروا من فلوسهم ويحافظوا على فلوسهم، واحنا هنا في مصر نص في المية بس من الناس هم اللي بيستثمروا. مفيش حاجه. بص احنا في برنامج ابدأ صح بندعم ثاندر بكل طاقتنا، لانه اولا انت خليت الشباب يستثمر، بتدور على ان المرأة يبقى عندها تمكين اقتصادي، ان هي تقدر تشيل بيت بالتحويشه اللي هي بتشيلها، لان احنا فينا ميزه، احنا ممكن ب 10,000 جنيه نعيش البيت كله شهر كامل وباحسن طريقه يعني، ونقدر نحوش كمان. فالتحويشه دي بدل ما تفضل ثابته لا انت ممكن تزودها لها. كمان فكره ان الشاب بيطلع من الجامعه لما بيشتغل في مكان بيقول لك انا ليه موظف هنا، انا عندي حلم، انا عايز اعمل شركتي، انا ليه ابصم الصبح، انا ليه ابقى ملتزم بمواعيد، انا عايز افتح شركتي، انا عندي افكار. انت خليته يقدر يوزن، لان دايما بيبقى واقع في حيره افتح شركه ولا خليني في الوظيفه. لا انت خليته في الوظيفه وخليته يستثمر ويكبر ويكبر مجاله وفكره
مش بس فلوس، كمان فكره. احنا عملنا حاجتين، احنا خلينا الناس تبقى عندها اكنها عندها شركاتها وهي لسه في وظيفتها. صح. انا عرفت ابدا ثاندر واسيب شغلتي التانية ان كان عندي فلوس محوشها تكفيني سنتين لفلوس تعليم ولادي. لما كانش عندي الفلوس دي على فكره كنت عمري ما هعرف استقيل وابدا ثاندر. اخويا برضو لسه بادئ شركته وبيحلف لي ان هو الاستثمارات اللي عملها على ثاندر هي اللي اديته دلوقتي الفلوس اللي هو بدا بيها الشركه التانية اللي هو عاوز يعملها. انت انك تستثمر وتحوش فلوس بتدي لك قدره او بتزود من الفرص ان انت تعمل حاجه اللي انت عايز تعملها. وده اللي احنا في الاخر عايزين نعمله. يعني هنا من الحاجات اللي احنا بنحاول نغيرها، مفيش مفهوم واحد للحياه الكريمه. يعني سيبك بقى من كل الاعلانات لازم تشتري دي ولازم تعمل دي ولازم تعمل دي. كل واحد فينا عنده احلامه او عنده حاجه معينه للحياه اللي هو عاوز يعيشها. زي ما الرياضه بتقوي من اللياقه البدنيه بتاعتك وتخليك تعرف تتمشى اكتر وتعيش اكتر، الاستثمار بيقوي من اللياقه الماليه بتاعتك، فتعرف تعمل حاجات اكتر، تعرف تبقى مبسوط اكتر بحياتك، راضي اكتر عن الحياه اللي انت عملتها ليك، لاولادك، ليك انت نفسك. أيوة. وده اللي بنحاول نعمله. صح صح. طب ادينا بقى يعني ده تيبس اند تريكس بقى. اوكي. دلوقتي انت بقالك سنين بقى بتتفرج على الابلكيشن ده وبتشوف ناس بتشتري هنا وبتبيع هنا وبتعمل هنا. ادينا بقى الخلاصه، روشيت، البيست براكتس. انا معايا دلوقتي 10000 جنيه، انا اهو انا جايه بقول لك انا معايا 10000 جنيه، قول لي انا اعمل ايه؟ مشيني خطوه بخطوه وقول لي افضل سيناريو ابدا ثقتي في ثاندر تعلى ال 10000 تبقى 100000 جنيه. هنتكلم على نوعين من الناس. حد معاه مبلغ كبير ماشي. مره واحده، فهنتكلم واحد معاه 10، ده مبلغ كبير بالنسبه له. ماشي. البيست براكتس او الطريقه الصح، هتاخد الفلوس دي كلها تحطها، هتحط 90% منهم في حاجات زي اللي هي صناديق اليوم بيومه، اللي هي زي ثاندر كلاودز او بريق على ثاندر. ده بيدي لك 20% ثابته. ده 20% ثابته يوم بيوم؟ يوم بيوم ينزل لك يوم بيوم. لا ثانيه بس، يعني انا كده يعني مفيش، انا ما اعرفش حاجه خالص، انا لسه اول يوم ليا النهارده على الابلكيشن. في طريقه ان انا اخد 20% على فلوسي يوم بيوم؟ ينزل لك يوم بيوم. العائد بتاع 20% في السنه، فبينزل لك يوم، كل يوم بينزل لك حته منه. ده على اي قيمه؟ يعني لو 10000 جنيه ينزل لي 20% يوم بيوم؟ يعني انت دلوقتي طيب. هتعملي 20% في السنه. طيب بس العائد ده مش هتستني تاخديه بعد ما السنه تخلص، هينزل لك في يوم كل يوم ينزل لك، كل يوم ينزل لك. خلاص. ففي دلوقتي في 1000 جنيه او ال 10% فاضله، هنقسمها بين الذهب وما بين، هنحط ربعها في الذهب وهنحط 3/4 في الشركات. تمام. وكل شهر هاخد 10% واعمل كده، كل شهر هاخد 10% اقسمه. 10% من المكسب اللي بيجي لي من هنا؟ لا ولا 10% من مرتبي؟ لا احنا خلاص قلنا في مبلغ كبير موجود. ماشي. انا كل اللي عايز اعمله انك عايزك تستثمري بشكل شهري. ماشي. فبدل ما انت تحطي فلوسك مره واحده نقسمها بين ذهب وشركات واللي هو اللي هو اليوم بيومه، هنحط كله في اليوم بيومه، وكل شهر هناخد 10% نقسمها على الشركات وحته على الذهب. حلو. فاحنا كده عملنا ايه؟ بدل ما انت اخدتي مخاطر ان هو ده كان احسن وقت تستثمري فيه ولا لا، قسمنا او وزعنا دخولك على السنه كلها. في نوع التاني ان هو انا بقبض مرتب كل شهر. طيب هناخد 20% من المرتب ده كل شهر، هتخشي على ثاندر الفا، هتردي على الاسئله، هيقول لي خلاص قسميهم ما بين الذهب، ما بين اليوم بيوم، وما بين الشركات. والله عشان تبقي عارفه انك تخشي تتداولي في الاسهم وتشتري بقى دي وتبيعي، بنكسب منه فلوس اكتر. بيست براكتس بالنسبه لحد بيشتغل وما عندوش وقت ان هو يقعد يدي الشركات، ان يخش كل شهر مره واحده على الاب، يحول 20% من مرتبه يقسمهم على الثلاث حاجات ديت، يقفل الاب وبعديها بشهر يفتح الاب تاني يوزع 20%. احسن طريقه تعمل بيها فلوس. طيب قولهم لي كده الثلاث حاجات اللي انا اقسم عليها فلوسي. دلوقتي انت الفا هتقول لك قد ايه يخش في الذهب، قد ايه يخش في الشركات، قد ايه يخش في اليوم بيوم. وان شاء الله قبل ما نص السنه يخلص قد ايه في العقار. قد ايه في العقار؟ العقار ده اللي هو هيبقى جزء من وحده، معلومه ولا غير معلومه؟ يعني ايه جزء من وحده؟ يعني انا دلوقتي دخلت حطيت 10000 جنيه. معلومه. ده سؤال. يعني انا دخلت حطيت 10000 جنيه في عقار، انا العقار ده انا عارفاه؟ احنا اصلا يعني انا عارفه انا حطيت ال 10000 جنيه دول في ايه؟ الرؤيه بتاعتنا للاستثمار في العقار هو استثمار في عقار بيدر دخل. دي اول حاجه كمان. يعني موجود وبيتاجر مثلا. بيدر دخل بالظبط، لان هو دايما احنا مقتنعين قوي بحاجه اسمها الاستثمار درجه اولى. والناس دول ملاءه ماليه عاليه بيستثمروا ازاي؟ عشان كده لما جينا قلنا استثمار في الذهب ما قلناش ذهب عيار 18 ولا عيار 21، قلنا 24 لان هو دوت اللي بيعتبر استثمار درجه اولى. الاستثمار في العقار الدرجه اولى هو استثمار في عقار بيدر دخل. فاحنا هيبقى ان شاء الله استثمار في عقار بيدر دخل، وهيبقى كل اصدار انت عارف تدخل في انهي حاجه. حلو قوي، لان احنا دلوقتي بقينا شويه قلقانين من اللي لسه ما اتبناش، الاوف بلان يعني. فانت كده انا مش محتاج يبقى معايا ثمن الوحده كلها،
وفي نفس الوقت قادر استثمر في حاجه مبنيه وانا عارفها ومتاجره وبتدخل لي بالظبط. ريع او دخل شهري. بالظبط. وعلى فكره ميزه كمان خلي بالك ان هي بتدخل ريع. في دايما الناس اللي فاهمه قوي في العقار، وانا عارف ان حضرتك واحده منهم. لو قسمت الريع السنوي على القيمه السوقيه بتاعه العقار، لو هو ما بين 7 ل 10% يبقى العقار ده ثمنه كويس. طبعا. لو هو 1 أو 2% يبقى العقار دوت غالي قوي زياده عن اللزوم. فهو برده ميزه الريع ان هي بتدي لك معلومات تعرف هو العقار ده كويس ولا مش كويس، العقار ده اداؤه كويس ولا مش كويس. ترجعي للنقطه اللي انا قلتها في الاول، العقار مش كل واحد. في عقار اداؤه كويس، مبني كويس في حته كويسه، بيدار بطريقه كويسه، وفي عقار مش كويس. جزء كبير جدا من اللي احنا بنعمله في الاستثمار ان انت تبقى فاهم دايما في صله ما بين المخاطر والعائد. احنا راينا الاستثمار في العقار اللي هو مبني مش مبني على الارض دوت من اكتر انواع الاستثمار في العقار من حيث المخاطره. احنا مش عايزين كده. صحيح. احنا صحيح. مش عايزين كده، احنا عايزين اجان دوت زيه زي التمارين. انت وفقت لي ما بين حاجتين. يعني انا مثلا عايزه استثمر مع صادق مثلا في حاجه بيلدينج مبني او مبنى اداري مبني. هو ده بالظبط اللي عايزين نعمله. بس طبعا انا لو رحت انا كده بطولي هيقول لي هاتي 50 مليون جنيه اللي هم مش معايا. احنا برضو عشان بقول لك فانا ممكن ادخلهم ب 10000 جنيه في الصندوق. انا عارف ان احنا اتكلمنا على دكتور محمد فريد كتير قوي المره دي، بس هو السنه اللي فاتت في قانون صناديق الاستثمار في العقار طلع واللائحه التنفيذيه طلعت. فاحنا قدمنا على الحته دي واخدنا الموافقه. والغرض من الفكره كلها ان احنا ناخد مباني مثلا، سواء على فكره سواء ريزيدنت عقاري او مكاتب او تجاري. مثلا المكاتب دي او المبنى بحوالي 100 مليون جنيه، بيبقى في اصدار في صندوق بيستثمر في هذا العقار، وانت تخشي من اول 100 جنيه بقيتي تملكي حته من هذا العقار. يوم لما ينزل ريع بيجي لك نسبه وتناسب من الريع بتاعها او العائد بتاعها، ويوم لما نبيع هذا العقار يبقى عندك القدره ان انت كمان تاخد فلوس منه من الزياده في سعر العقار. طيب طبعا احنا عشان برضو نسهل على الناس اكتر ان هم ينزلوا ابلكيشن ثاندر ويبداوا يستثمروا من دلوقتي، هيظهر قدامكم على الشاشه كيو ار كود، تقدروا تستخدموا الكيو ار كود ده ان انتوا تعملوا داونلود للابلكيشن. طيب انا هعيد تاني بسرعه جدا اللي انا فهمته. لو انا لسه هبدا ثاندر دلوقتي، البيست براكتس او افضل طريقه تخليني اكسب من ثاندر، احنا قلنا طريقتين. طريقه لو انا معايا بلقايه مثلا 10000 100000، خلينا 10000 عشان يبقى رقم صغير، هروح على الابلكيشن احط ال 10000 دي كلها في اللي هي السندات اللي هي بتدخل 20% يوم بيوم. صح. وكل شهر اخد 10% من المبلغ احطه في الذهب والشركات خلاص في الذهب والشركات. بالظبط كده. ده يخليني على اللونج ران اكسب كل شويه، الفلوس دي عماله تزيد 100% وانا الفايده عماله تنزل كل يوم 100%. لا دي احسن، دي اكتر طريقه متجربه في الاستثمار هنا في مصر او بره مصر. فاكره كنت بقول لك ليه انا بقول لك، فاكره بقول لك حد بيتمرن 3 مرات في اليوم لمده 10 ايام، هو دوت اكن بالظبط خد ال 10000 جنيه ولا 100000 جنيه واستثمرهم دلوقتي. او ضد بيتمرن 3 مرات في الاسبوع لمده 6 شهور. ده اللي احنا عملناه. صحيح. قللنا شويه عدد التمارين في الاسبوع، فبدل 3 مرات في اليوم بقت 3 مرات في الاسبوع، بس زودناها لمده 6 شهور مضمونه انك تعمل فلوس. صحيح. الطريقه الثانيه ان انا اخد كل شهر من مرتبي من 10 ل 20، خلينا نسهلها، من 10 ل 20%، واحطها على الابلكيشن واوزعها ما بين 3 حاجات: ذهب وشركات، وبرده اللي هي السندات الثابته اللي بتحط 20%. كل شهر ثابت معايا القصه دي. يعني كل اول شهر اقبض مرتبي بالزبط. احط 1000 جنيه، احط 2000 جنيه، اجي الشهر اللي بعده نفس القصه. ممكن اقول لك على حاجه لذيذه جدا. في كتاب من اهم الكتب او من اكتر الكتب انتشارا، هو اسمه اغنى واحد في بابل. ده بيتكلم على حضاره من اغنى الحضارات اللي العالم عرفها من اكتر من 2000 او 3000 سنه، من اكتر من 2000 3000 سنه. فالكتاب ده بيقول لك ايه الحاجات اللي كانوا بيعملوها اللي ساعدت ان الناس ديت بقت من اغنى الحضارات اللي احنا عرفناها يعني في التاريخ. في الكتاب بيقول لك كان لما بيجي لي اي 10 كوينز في الكيس بتاعي بصرف 9 منهم وباخد 1 منهم، هو ده اللي انا بستثمره. قاعده انك تستثمر 10% من مرتبك دي قاعده موجوده من الاف السنين. ولو فكرت فيها ال 10% دول بتوعك، يعني انت بدأ ال 90% اللي انت بتصرفيهم دي بتديهم لناس ثانيه. يعني انا كنت قاعد في لقاء مع رئيس البورصه بتاعت ابو ظبي. ايوه. قال لي فهل انت فاكره من 6 شهور صرفت فلوسك فين؟ لا طبعا. معظم الفلوس اللي بنصرفها مش فاكرين اصلا راحت فين. مهما كنت دقيق في حاجات بصرفها ولا فاكرها ولا كان ليها لازمه. فال 10 20% دولت هم دول اللي هيخليكي تغيري عربيتك، هم دول اللي هيخليكي لما تكوني عايزه تتجوزي، هم دول اللي هيخليكي على فكره تجيبي الشنطه اللي انت عايزاها. يعني لا هو كمان هيعلي سقف طموحي. يعني انا طول ما انا معتمد على مرتبي بس خلاص انا في ليميت كده، عمري ما يعني هفضل بص على اللي قدامي، انا عمري ما هبقى زيه. ممكن اقول لك حاجه بمنتهى البساطه، ان في 3 انواع ممكن تقع فيهم.
النوع الاولاني انت مرتبك 1000 جنيه بس بتصرف 1200 جنيه بسبب الباي ناو بي ليتر والحاجات دي كلها، هتعيش حياه في منتهى الاسترس عشان بتصرف اكتر. بس دي بقت كل الناس عايشه كده، للاسف كله شديد. بقى عايش بفكره القسط حتى للأسف في اصغر شديد. الحاجات. في حد اشطر شويه مرتبه 1000 جنيه بيصرف 1000 جنيه، تمام على فكره تمام. مشكلتك بس عندك مشكلتين، ان لو لا قدر الله حصل اي مشكله زي المشكله اللي حصلت في 2023 او هيحصل نزله جامده جدا في مستوى حياتك، صح. ومش هتعرف تطور من حياتك. التالت اللي بيحط 10 20% من مرتبه كل شهر، اول حاجه ده الوحيد اللي فيهم عنده القدره ان هو يطور من حياته ويقرب شويه من احلامه. وفي حاجه مهمه جدا جدا بقى لو عايزه نصيحه، احسن وقت تبتدي تستثمري وانت مش عايزه الفلوس. يوم لما تعوزي الفلوس دي، يوم لما هتقابل بقى حد عايز تقدم له، يوم لما تكون عايز تدخل ولادك المدارس، لما تكوني عايزه تغيري عربيتك، تجيبي الشنطه، لو انت كنت بتستثمري من الاول هتلاقي الفلوس دي موجوده. هفتح ثاندر بقى. والله هو لو عايزه برضو اقول لك احنا بجد 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 بنحاول نعمل ايه. والله يعني في الاخر لو احنا نجحنا كثاندر وغيرنا مفهوم المصريين من ان احنا بنصرف اكن مفيش بكره، الى ان في 10 20% من مرتبنا كل شهر بنستثمرهم، بعد كده الفلوس دي بقت بتروح تمول مشاريع وشركات مصريه، فرص عمل اكتر بتحصل، انتاج اكتر، بنصدر اكتر، أكيد. بنستورد اقل، بقينا كبلد مستقلين اكتر، نسبه الدخل العام في البلد زاد، ففلوس الناس اكتر، فال 20% بقت اكتر. هي دايره، هي دي بالظبط. صحيح هو ده. صحيح. عارفه ابل وامازون اخدتهم كام سنه عشان يبقوا في البورصه في امريكا؟ تقريبا 4 سنين او 5 سنين. عارفه معناها ان كده انا كمستثمر في امريكا كان عندي القدره ان اعمل ثروات مع ابل وامازون من رابع سنه، بس الناس مش شايفاه ان ابل وامازون من رابع سنه كان عندهم القدره ان هم يلموا فلوس يمولوا كل مشاريعهم واحلامهم والحاجات دي. عشان كده ابل بقت ابل وامازون بقت امازون، صحيح. وامريكا بقت امريكا، وهو ده اللي احنا بنحاول بالظبط نعمله في مصر. صحيح. هيظهر قدامكم تاني على الشاشه الكيو ار كود اللي من خلاله نقدر ننزل ابلكيشن ثاندر. والحاجه اللي انا عايزه اقولها لك، خلي شويه دايما عندنا تفاؤل ان احنا نقدر نكبر ونقدر نستثمر ونقدر نزود دخلنا. يعني ممكن اقول لك دلوقتي لو مرتبك 10000 جنيه خد 10% حطهم في ثاندر وابدا استثمارك النهارده. هتقول لي على 10000 جنيه بتقضيني اساسا عشان اخد جزء منها استثمر؟ صدقني ال 10000 زي ما مش هتقضيك، ال 9000 مش هتقضيك، الاثنين واحد يعني، 9 مش تفرق كتير عن ال 10، بس الفرق ان في 1000 جنيه اتحطت على الابلكيشن بدات بيها استثمارك تكبر. ففي هيجي يوم بقى من استثماراتك دي تقدر ساعتها تجيب عربيه، تجيب شنطه، تجيب. انا اصلا عاجبني قوي حضرتك قلتيه دوت. انت لو 10000 جنيه مش مقضياك دلوقتي، لو اخدت ال 1000 او 2000 جنيه دول بقيت تستثمرهم كل شهر، عندك فرصه ان دول يكبروا لان هو يعرف يقضوا حياتك. صح. وعايز اقول حاجه برضو، مصاريفنا هي اختيار. يعني بصراحه الثلاث حاجات اللي هم ممكن يكونوا ما فيهمش اختيارات، هو العقار، انك تشتري بيت، او انك تشتري عربيه، او تعليم ولادك. اي حاجه تانية ممكن. انا بصراحه شايفه فكره الصناديق نفسها بتغير مفهوم الاستثمار في العالم كله، لانه دايما كنا عشان مثلا اشتري عقار لازم يبقى معايا ثمن عقار. يعني كان دايما يقول لك ايه، الذهب احسن. طب ليه الذهب احسن؟ عشان العقار غالي. انت معاك مليون جنيه، معكش مليون جنيه ما تقدرش تستثمر عقار. دلوقتي الصناديق لا، انا ما بقتش يعني ممكن استثمر زي ما قلنا في عقار في براند كبير جدا ومتأجر وبيدخل ريع وقيمته بتزيد. انا وبمبلغ قصير. فكري فيها كده، البرنامج اللي هو شارك تانك ده، كل الشاركس ديت معظمهم بدوسه زرار بقى الناس دي شغاله عندك. صح. لما بتستثمر في شركه، الناس دي انت وانت قاعد في البيت بال 30 جنيه اللي احنا قلناهم، بقيت الناس دي شغاله عندك. ده مفهوم اصلا. حتى اسعار الذهب دلوقتي، العيار 24 اللي حضرتك بتتكلم عليه دوت بقى بكام دلوقتي عشان اشتري انثى ولا اشتري سبيكه 10 جرام؟ بتبتدي برضه من 30 جنيه تبتدي ما اقدرش اعمل ده لو انا مش معايا فلوس، لكن اقدر اعمله من خلال الصناديق. بس انا برضه عايز اطمنك، احنا الشركه دي، الفكره دي كلها بدات من حجم قد ايه احنا مؤمنين ان المصريين اول ما بتحترمهم بيبهروك. صح. وعامه اي حد بيتفرج علينا لازم يبقى عارف ان احنا جينا بعد، يعني اي حد كنا اتكلمنا معاه من 5 سنين ان يصدق ان في 600,000 مصري ولا 500,000 مصري استثمر في صناديق، وحجم استثماراتهم دلوقتي. صح. انا بقول لك دلوقتي على فكره في ناس بقى بتبيع 10 مليار جنيه اوريدي متجربه. يعني خلاص، هو الحمد لله اوريدي المصريين شافوها واقتنعوا بيها وابتدوا يعملوها. فاضل بس دلوقتي فئه اكبر من الناس تكون بتستفيد منها ان شاء الله. صحيح. هو احنا عندنا ذكاء، ولما بنفهم الحاجه بنعملها صح قوي، بننجح فيها قوي، بس نشيل شويه الخوف وشويه التشاؤم اللي عندنا دول. وعلى فكره ده نتيجه الستريس والدنيا اللي ضغط علينا. وهرجع يعني. عشان انا والله يعني انا مبسوط جدا بان انا قاعد معاك لحضرتك. اول حاجه عملتيها من الحاجات اللي بتدي الخوف دوت، انا محتاج اختار ذهب ولا هي، لا
سهله جدا، احط كده على التلاتة. النتيجه طلعت اختار مفيش التلاتة. ذهب، مفيش كله. فضه، مفيش عقار، كله كله اوزع فلوسي وتبقى على عارف كله. كل واحده بتعمل فيهم ايه. وعلى فكره ده هيخليني انا كمان اقوى وفاهم اللي حواليا اكتر، لاني هضطر اقرا عن الذهب وعن الفضه وعن العقار طول الوقت وعن البورصه، فهيبقى يعني غير ان انا كمان بكسب فلوس، انا مداركي وتبقى متابع. وثقافتي بتزيد. انت عارف احنا من الحاجات اللي بنحبها قوي في ثاندر، فاكره لما اللي هو المبنى بتاع رمسيس كان حصل فيه حريقه والانترنت كله اتاثر في مصر. الشركه اللي بتملك الانترنت دوت كانت المصريه للاتصالات، شركه مدرجه في البورصه المصريه. تاني يوم الشركه دي سعرها زاد لان المصريين كانوا عارفين ايه ده، الشركه دي مهمه جدا، الشركه دي ليها تاثير كبير جدا على مصر. ده الشركه لما حصل فيها مشكله صغيره الانترنت قطع، ده يوري لك الناس بقت فاهمه الشركه دي مهمه جدا. انا عايز اشتري اسهم في الشركه دي لان انا هكسب معاها اكيد. كلنا اشترينا بعديها. ده حقيقي والله. عارفه لو ما كانش المصريين هم الفئه الاكبر في البورصه، كان حد بره بس هو اللي بيستثمر، انا قال لك ايه ده يا عم، ده في حريقه هنا، لا ده انا اطلع واجري من، لا ده واحد عارف قال لك ده معناها ان الشركه دي مهمه جدا لمصر. لا دور البورصه مع دور المصريين في البورصه في 25 و26 عامل مؤشرات يعني عمرها ما حصلت في تاريخ عارفه البورصه. كام في المية من الطرح بتاع اخر شركه دي دخل جه عن طريق ثاندر؟ قد ايه؟ 90% من الاوردرات. ياه، تقريبا كل الاوردرات. في 10% بره. في 10 مش تبعك. 10% دي راحت بس راحوا فين ال 10% دول؟ بس عارفه ليه؟ عشان احنا احترمنا الناس، عشان احنا بنجيب الشركات دي نعمل معاهم زي ما حضرتك بتعملي معايا انترفيو او لقاء، بنعمل لهم بنفهم الناس هي الشركه دي بتعمل ايه وبتبيع ايه وبتكسب ازاي وبتخسر ازاي. حجم التفاعل بتاع الناس والله العظيم 3. كلمه مبهر دي كلمه قليله عليها. لا انتوا في ثاندر كمان بتعلمونا نستثمر. طبعا انا بنحترمكم والله، انتوا بس احنا بنديكم الحاجه، هم الناس هي اللي صحيح. طبعا الوقت جري. ثاندر فيه حاجات كتير جدا مميزه، بس الحاجه الثابته والواضحه ان انت ابدا دلوقتي. يعني احنا كل اللي دي احنا اصعب خطوه. ابدا دلوقتي، احنا بنحاول نضغط ابدا دلوقتي. انت عارفه ان اصعب خطوه هي اول خطوه. صح والله لو بدات ونزلت اول خطوه هي اصعب خطوه، الباقي كله سهل قوي. احنا بنشكرك وانت نورتنا النهارده، ويعني كل الجو حوالينا فيه تفاؤل النهارده بسبب اللي بيقدمه لنا ثاندر، فاحنا بنشكرك. انا بشكركم. حلقه كلها تفاؤل. ابداوا معانا في استثماراتكم من النهارده مع برنامج ابدأ صح. بشكركم.